يقول الله عز وجل في كتابه: وليضرب للبرية جمعاء الأمثال. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. في ضرب الأمثال علم من العلماء وأعلمهم يحدث عن نفسه فيقول: كنت سكيرا وكنت قاطعا للطريق، فكان الناس يخشون ملاقاتي خوفا من بطشي وخوفا من معاصي وذنوبي. يقول مالك بن دينار: كنت ما تركت معصية إلا وقد فعلته. يقول: وبعدها أردت الزواج فتزوجت، فرزقني الله بطفلة، وبعد أن بلغت عمرها 2 كانت تأتي إلي وتزيح بيديها الصغيرتين من يدي الخمر. يقول: وبعد أن بلغت 3 سنوات رحلت إلى الله وتوفاها الله عز وجل. يقول: في تلك الليلة كانت علي مسودة فحزنت حزنا شديدا، فجاءني الشيطان فقال: لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت قبلها قط، لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت قبلها قط. يقول: فسكرت في تلك الليلة فداهمني النوم وغرقت في حلمي، فرأيت على أن الأرض قد زلزلت وأن القبور قد بعثرت وحصل ما في الصدور، وخرج الناس للقاء رب العالمين. يقول: والجمع أمام الله والله ينادي: فلان ابن فلان هلم للعرض على الله، فلان ابن فلان هلم للعرض على الله. يقول: ما هي إلا لحظة حتى سمعت اسمي، فلان ابن فلان هلم للعرض على الله. يقول: فتقدمت فوقفت بين يدي الله عز وجل، ومن بين مناط حلمي رأيت على أن ثعبانا كبيرا مسودا أدهم يطاردني وأنا أجري وهو من ورائي، فهربت منه خوفا من الثعبان. يقول: وأنا هاربا منه إذ لاقاني عجوز كبير طاعن في السن، شيخا كبيرا هزيلا. يقول: يا شيخ يا عجوز ادفع عني هذا الثعبان. يقول: يا بني، وكيف أستطيع على أن أدفع إليك هذا الثعبان وأنا كبير وتنظر لحالي؟ يقول: لكن يا بني اسلك هذا الطريق. يقول: فسلكت ذاك الطريق حتى انتهى بي على شفير جهنم. يقول: فخفت من لهيبها ومن زقومها فوليت، فعدت من نفس الطريق فوجدت نفس العجوز، فقلت له: يا أيها العجوز ادفع معي وعني هذا الثعبان. يقول: يا ولدي، وأنت تنظر لحالي فلا أستطيع، لكن اسلك هذا الطريق فسيؤدي بك إلى الجبل ولربما ستنجو منه. يقول: فسلكت ذلك الطريق حتى انتهى بي على آخر الجبل، فصعدت الجبل. يقول: فسمعت نحيب وصوت أطفال صغار. يقول: فاستأنست لهم فعلمت على أني قد نجوت. يقول: وابنته كانت تسمى فاطمة. يقول: فنادى المنادي فيقول: يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك. يقول: فنظرت في ابنتي فعرفتها فجاءتني فأتيت إليها فأجلستها في حجري
كما كانت تأتي إلي وأجلسها في حجري قبل موتها في الدنيا. يقول فجلست على حجري وهي تنظر إلي، فضربت على لحيتي فقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا من ضيعتم الصلوات وضيعتم أعماركم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا من قطعتم أرحامكم ولا تصلوها، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا من عققتم آباءكم وأمهاتكم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا من يطعمون أولادهم لقمة الحرام ويأكلون الربا ولا يبالون آناء الليل وأطراف النهار، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا من يأكلون حقوق الناس بغير الحق ويأكلون ديون الناس، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فقلت بلى يا بنيتي قد آن وآن، لكن يا بنيتي ما ذاك الثعبان الكبير المسود الذي كان يجري من ورائي؟ قالت يا أبتي ذلك عملك، قد كبرته ونميته حتى صرت تخاف منه وكاد أن يأكلك. فقلت يا بنيتي وما ذاك العجوز؟ قالت يا أبتي ذاك العجوز الضعيف عملك قد هزلته، وعملك الصالح قد هزلته وضعفته حتى لم ينقذك. هذه قصة وحياة مالك بن دينار وتوبته. يقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحات إن الله ليفرح بتوبة العبد وأوبة العبد خيرا من رجل كان يقود راحلته أي ناقته وعليها زاده وعليها ماؤه وشرابه، فقصد بها صحراء قفار ليس بها أحد، فنام ليستريح فضاعت راحلته أي ناقته منه، فعندما استفاق لم يجدها، فمن شدة خوفه وهو يجري إلى هنا وهناك يمينا وشمالا فلم يجدها، فشقي الرجل وغلب عليه فيبس ريقه فعطش الرجل فكاد أن يموت، فيضع رأسه على ساعده مبسوطا على الأرض فكاد أن يموت ينتظر ساعته. ففي غفوته تلك سمع ضربا على الأرض ضرب أقدام، ففتح عيناه بعد موته إذ به راحلته عادت إليه، فمن شدة فرحه قال النبي فمن شدة فرحه قال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، قال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، فقال النبي أخطأ من شدة الفرح، فقال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فقال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. فالله أفرح بعبده بتوبتي وتوبتك وبأوبتي وأوبتك ورجعتي ورجعتك من ذاك الرجل الذي فرح بدابته ومن راحلته التي عادت إليه. فسبحان الله، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا. سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت.